اهلا بيكم يا اساطير، يلا نكمل الجزء الرابع من حكاية فينج محارب الظل. لايك واشتراك بسرعة ويلا بينا نبدأ. زي ما شفنا في نهاية الجزء اللي فات، فينج بيقرر ينضم لمنافسة الطلاب الداخليين ودوت عشان يطور من نفسه بشكل اكبر. وبنبدأ مع فينج وهو بيستكشف مبنى طائفة يونا المخصص للتلاميذ الداخليين، وبيكتشف ان التلاميذ في المستوى الروحي مسموح لهم بالدخول للطابق الثاني للكتب واللي بيحتوي على تقنيات قتالية متقدمة، لكن بيتم تحذيره من محاولة الوصول للطابق الثالث. والحارس اللي بيقابل بطلنا بيكون اسمه ليه، وبيكون عارف كل انجازات فينج وبالذات ان هو تخطى تحدي الاجراس، ودوت بيخليه يكون شايف فينج كفخر للطائفه كلها. لكن فينج ساعتها بيوصل للطابق الثاني وبيكون مليان بالمقاتلين من المستويات الروحيه المختلفه بالفعل، وبيتعلم وقتها ان المهارات متقسمه لكذا طبقه، وطبقه الارض والسماء بيكونوا هم اعلى مستويات للمهارات دي، اما الطبقه الصفراء والطبقه العميقه هم الاقل. فبيبدا يقرا في كل الكتب عن مهارات الحركه، لكن بعدها بننتقل لتلميذ داخلي اسمه لين، وتلميذ تاني معاه بيكون اسمه تشين، وبيكون هياخد الكتاب من المكتبه، لكن تشين بيقول له بقى ان عينه وقعت عليه الاول. فالكلام ده بيعصب التلميذ لين جدا وقال له ازاي تتكلم معايا بالطريقه ديت يا حيوان. لكن تشين رد عليه بكل ثقه وقال ان هو عارفه اصلا وان هو مشهور كواحد من اضعف الطلاب الداخليين في المكان، لكن بعدها بيتوعد له بقى ان هو هيهزمه في اختبار التلاميذ الداخليين اللي جاي ويخليه فرجه قدام الكل. وبنتعرف ساعتها على اللي اسمه تشين اكتر، وبيكون مصنف الاول بين الطلاب الخارجيين، وبيمتلك روح اللهب اللي بيستخدمها مع سيف اللهب بتاعه، وما كانش في اي حد من الطلاب الخارجيين بيقدر يتنافس معاه. لكن لما اللي اسمه لين بيدرك مين هو تشين دوت بيتوتر جدا وبيبدا يتراجع كمان، وبيقول بخوف ان اللي حصل كان مجرد سوء تفاهم وانه مش محتاج الكتاب دوت دلوقتي اصلا. لكن في اللحظه دي واحد من الطلاب بدا يضحك على لين وبيوصفه ان هو ضعيف، فلين بيتعصب اكتر وبيقول له بتضحك على ايه يا حيوان انت كمان. لكن فجأة فينج بيظهر في المشهد وكان بيتفرج عليهم، بس بيقول لنفسه انه خلاص خد اللي هو عاوزه والمفروض ان هو يمشي من المكان ده، لكنه بيشوف ان اللي اسمه لين متعصب ومش ناوي يعدي الموضوع بسهولة. بس تشين بيرد عليه بكل هدوء وسأله انت ليه يا ابني بتتصرف كأنك لسه تلميذ خارجي؟ والكلام دوت بيعصب لين اكتر وبيقول له بغضب هو انت عاوز تموت ولا ايه؟ لكنه كان عارف برضه ان اللي اسمه تشين اقوى منه، فبدل ما يتراجع ويذل نفسه قدام الكل بيطلب مواجهة تشين في حلبة الحياة والموت خلال اختبار الطائفة اللي جاي. وبنشوف بقى ان لين بيوافق على اقتراح المواجهة، لكن بطلنا وقتها بيقرر يتدخل وبيسأل تشين عن اسمه، وبيقول له بقى وجودك هنا معناها ان انت اكيد وصلت للطبقة الروحية. لكن تشين لما بيشوف بطلنا بيكون مندهش جدا لان هو قمامة ازاي وصل للطبقة الروحية اصلا. لكنه بيقول لفينج بقى في فرق كبير بين الطلاب الداخليين والخارجيين، وانت كمان هتبقى تلميذ داخلي قريب وهتعرف. فبطلنا بيكون ملاحظ ثقة تشين في نفسه جدا، فبيستفزه وقال له واضح انك واثق في نفسك يا معلم. فتشين بيرد بكل غرور ويقول انه واثق لدرجة ان هو لو بقى المرتبة التانية بين الطلاب الخارجيين محدش هيقدر ياخد المركز الاول منه. لكن فينج بيقول له بكل سخرية انا سمعت يا معلم ان الطلاب الخارجيين عندهم وقت محدد للبقاء في الطابق ده، وهو مقدار عود بخور واحد، ولما ينطفي يبقى وقتك انتهى يا معلم. فتشين بيتأكد من كلام بطلنا وبيقول له ان هو دوت القانون اللي بيمشي على الكل. لكن فينج بيقول له بكل ثقة انا قعدت هنا يا معلم عود البخور خلاص، ممكن اقعد لحد ما يخلص عود بخور تاني عادي. فتشين بقى بيكون متفاجئ من تحدي فينج ده، وبيبدأ يقول لنفسه هو الواد دوت مجنون ولا ايه، ازاي يتجرأ ويعمل كده؟ بس فينج وقتها بيواجهه بشكل مباشر وقال له كل اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت تستنى معايا يا معلم وتشوف انا هقدر اعمل كده ولا لا. وعود البخور اصلا كان على وشك الانتهاء، لكن تشين بيقرر يمشي وقال انه مش هيضيع وقته في الهبل ده، لكن فينج بيقول له ان انت جبان. لكن تشين بيتجاهل كلام بطنه وبيمشي ناحية المعلم المسؤول، ولما وصل للمعلم بيقول له ان هو كان خلاص على وشك الانتهاء في الوقت بتاعه وهو فوق، وبيطلب منه بقى يخلي باله في المرة الجاية. لكن في نفس الوقت فينج بينزل من الطابق العلوي وتشين بيتوقع ان المعلم هيعاقبه جدا، لكنه بيتفاجئ لما بيشوف ان المعلم بيتعامل مع الوضع بشكل عادي جدا، فبيستغرب جدا وبيروح يسأل المعلم ليه فينج لما عدى الوقت المحدد ما تعرضش للعقاب. فالمعلم بيرد بكل هدوء ويقول انه عارف الوقت كويس، لكنه برضه شايف كل حاجة بتحصل في المكان بشكل واضح، ومر عليه طلاب كتير جدا في المكان ده، فدلوقتي محدش يقدر يعلمه ازاي يتعامل معاهم. لكن تشين بيرد باستغراب اكتر وقال له بما انك حامي الجناح ده لو المعلم نفسه خالف القواعد لازم يتعاقب. وهنا فينج بيتدخل لكن بيقول لنفسه هو ازاي الواد دوت بيتكلم كده، لانه واضح جدا انه مش
عارف يفهم مين المفروض يكون عدو. لكن في اللحظة دي المعلم بيطلق هالة قوية جدا لدرجة ان هي بتطرد تشين من المكان وخلته يلزق في الحيطة بكل سهولة وكأنه مجرد ورقة. فتشين بيدرك قوة المعلم بعد اللي حصل ده، فبيقوم ويمشي من المكان وهو بيتوعد لفنج وقال له انه هيقابله في اختبار الطائفة، وهناك بقى هيحدد مين الزعيم الحقيقي في المكان ده. لكن بعدها المعلم بيمشي من المكان بخطوة واحدة على ظهر الطائر بتاعه، والكلام ده كان شيء مدهش جدا بالنسبة لفنج، واللي بيقول لنفسه ان هي ديت قوة الطبقة العميقة بالفعل. لكن بعدها المشهد بيروح لقمة طائفة يون هاي، والرئيس بيطمن ليه ويقول لها ما تقلقش ابدا، فليه بترد عليه وبتقول ان ابوها مش اناني، وان كل اللي هو بيعمله ده لمصلحة المملكة كلها، وان تلاميذ طائفة يون هاي هناك هيكونوا اقوى بكتير، وبتعرفه ان هي هتتاكد بنفسها من رجوع التلاميذ للطائفة من تاني. فالرئيس بيقول لها ان ابوها كان بيتدرب معاه وانه بيعتبره زي اخوه اصلا، وانه اصلا لو كان فضل معاهم في الطائفة ديت كان هيديله منصب الزعيم وهو راضي، لكنه دلوقتي لسه رئيس الطائفة والطائفة بتيجي في المركز الاول. لكن في نفس الوقت واحد من الحضور بيعترض وبيقول ان نانجونج انشأ مؤسسة ودوت يعتبر عصيان اصلا، بس الرئيس بيرد بكل هدوء وقال له انه هيبعت تلاميذ عشان يتدربوا في المؤسسة ديت. وبعدها بيوجه كلامه للشاب وقال له انت ازاي اصلا تتكلم معايا بالطريقة دي، وبيأمره انه يروح لابوه ويتعلم ازاي يتعامل مع الرؤساء الاول. لكن في اللحظة دي الجد هول بيظهر في المكان، ودوت جد ليه لما سمع ان هي موجودة في المكان، فالبنت بتجري عليها على طول. وبيظهر لنا يا جدعان ان دوت نفس المعلم اللي كان مع تشين. فالجد بيسألها عن احوال ابوها، فليه بتقول له بحزن ان ابوها لسه في المدينة المدمرة على الحدود. فبيقول لها بقى ان هو جه هنا مخصوص عشان يتكلم معاها في الموضوع ده، وانه لقى شخص مناسب للمؤسسة بتاعتهم، وانه متأكد بقى ان ابوها هيعجب بيه جدا. فليه بتسأله عن هوية الشخص ده، فبيقول لها بقى ان هي هتعرف في الوقت المناسب. لكن بعدها بننتقل لجبل منعزل في واحد من الاودية، وبنشوف ان فينج بقى بيتأمل هناك وبيبدأ يجرب التقنيات الجديدة، وبيلاحظ بالفعل تقدم كبير فيها بسبب ان هو ايقظ الروح بتاعته ووصل للطبقة السابعة كمان، وبيكون على وشك الدخول للطبقة الثامنة في الليتشي. لكن بعدها بيخرج من الكهف وبدأ ينشط الروح بتاعته، وبيستخدم مهارة السيف المطلق اللي بتتميز بأنواع مختلفة منها، وفيها السيف القاتل واللي بيتطلب خطوة واحدة بس للقتل، والسيف المنعزل اللي بيستخدم في صمت. لكن في اللحظة ديت اللي اسمها ليه بتراقبه اصلا في صمت، وبتقول له بقى ان هي جاية المرة دي تنتقم منه لانه اذلها في المرة اللي فاتت وسرق الاقليم بتاعها كمان، وبتعرفه انه لو ركع دلوقتي وتوسل ليها ساعتها ممكن تسيبه يمشي. لكن فينج بيضحك على كلامها ده وقال ان هي هتسيبه دلوقتي يمشي عشان ما يحرجهاش تاني. فليه بترد عليه بغضب وتوجه القوس بتاعها ناحيته وبتقول له ان هو هدية من ابوها، لكنها هتستخدمه المرة دي عشان تنتقم منه، وبالفعل بتطلق السهم بتاعها على بطانه. لكن فينج بيقدر يتفادى السهم بتاعها بكل سهولة، والمواجهة بين فينج وليه بتكون مليانة بالتوتر والقوة الكبيرة. لكن فينج بيختار يستخدم قوته الخاصة اللي اسمها كف الفوضى، وبيحاول يصد بيها الهجوم اللي جاي عليه. لكن بشكل غريب جدا القوة اللي هو صدها بترجع من تاني عليه، لكن فينج بفضل سرعته الكبيرة بيقدر يتفادى الهجوم من المرة التانية برضه. وفي اللحظة دي ليه بتقرر تستخدم الطاقة الخاصة بيها واسمها إيقاظ الروح، وبتوجه الطاقة بتاعتها ناحية الصخور اللي كانت واقفة عليها بالفعل، ودوت بيخليها تتدمر كلها وبتروح ناحية فينج. ورغم ان فينج بيدرك حجم قوتها دي لكنه مش بيظهر اي خوف، وبيختار ان هو يقرب منها بكل ثقة. فليه بتفتكر ان هو ناوي يهاجمها، لكن الاحداث خدت مسار غير متوقع ابدا. لكن بدل ما يخش معاها في مواجهة مباشرة، فينج بيقول لها بكل هدوء ان المكان اللي هي عاوزاه دوت ممكن يكون ملكها بكل سهولة، وبيسيبها ويمشي اصلا، وما بيكونش عنده اي نية للقتال ده. ودوت بيخلي البنت متفاجئة برد فعله، وبتقعد تفكر في السبب اللي خلاها ياخد القرار ده. لكن بعد ما بطلنا بيمشي بيوصل للمدينة وبيلاقي المكان مليان بالفوضى، والسكان والطلاب كانوا في حالة من الذعر، ودوت خلاه يسأل عن السبب. فتشين بيوضح وقتها ان في موجة من الوحوش الشرسة جاية ناحيتهم من الجبال، والشكل كده الدمار والفوضى هيعم المكان، ودوت مخلي الناس كلها خايفة. واللي حصل ده بيخلي بطلنا ما يترددش ابدا، وبيقرر ان هو يروح لموقع القتال ده، وبيكون ناوي يتدخل
تتدخل كمان لو الموضوع يستاهل. لكن في نفس الوقت ليه بتكون وصلت لأعلى القمة في طائفة يونهاي، وكان هناك برضه التلميذ لينج اللي يعتبر تلميذ أساسي للطائفة، وبيفكر بقى في الوضع الغريب ده، وبدأ يقول إن في تهديد أكبر بكتير من اللي هم فاكرينه، لأن الضغط اللي هم حاسين بيه ناتج عن وجود وحش قوي جدا في المكان. والتلميذ اللي حواليه بقى كانوا بيتكلموا بصوت واطي جدا، وبيسألوا بعض لو كان لينج بيمتلك نفس التعقيد اللي موجود عند باقي المسؤولين في الطائفة ومخليهم عصبيين جدا. لكن في اللحظة دي عند حافة جبل الرياح السوداء بيظهر وحش ضخم جدا بيهاجم الكل، وما كانش في أي واحد من الطلاب قادر إن هو يواجهه. فواحد من مساعدين الشيخ العظيم بيقول الطلاب دلوقتي مش قادرين يعملوا حاجة، لكنه بيقول له بسخرية إن الوحوش ديت مجرد جزء إضافي من اختبار الطائفة ومفيش أي داعي إن هو يقلق عليهم. لكن المفاجأة الكبيرة كانت لما ظهر بطلنا وقدر يهزم الوحوش ديت بسهولة كبيرة، والطلاب كلهم كانوا في حالة من الدهشة بسبب القوة دي كلها. وحتى الشيخ العظيم نفسه كان حاسس بالصدمة لما بيدرك إن بطلنا هو نفس الطالب اللي كان بيتحدى القرارات بتاعته. ويا ترى بقى هل بطلنا هيقدر يتغلب على الشياطين دي كلها رغم قوتها، وايه اللي هيعود عليه بعد التغلب عليهم؟ كل الكلام ده هنعرفه في حلقتنا الجاية. لكن دلوقتي بقى عاوزكم تنزلوا تفجروا اللايكات وتشتركوا في القناة كمان، واشوفكم على خير يا اساطير. سلام.